السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي. من اليوم ما تعكزي تحضري اوراق العنب، غنحضرهم معكم ان شاء الله بطريقه مبتكره سهله وسريعه، واهم حاجه كيجيبني بزاف كما العاده ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. دابا خليكم مع المقادير كيفيه التحضير على بركه الله. في الوصفه ديال اليوم غنحتاجو ان شاء الله الوراق ديال العنب ولا الاوراق ديال الدوالي. المهم يا احبائي كل واحد وكيفاش كيسميه، يعني السميه اللي معروفه بزاف هي الوراق ديال العنب. المهم بالنسبه للاوراق ديال العنب كملاحظه اللي هي مهمه حولوا هكايا، سواء شريتوهم وبزاف ديال الناس يعني عندما كيدوالي يمكن لكم تقطعوهم غير من الشجره في الدار، حاولوا هكايا تقطعوا الاوراق اللي كيكونوا مازالين طريين، يعني ماشي داك الورقه اللي خلقات في الاول ديال العام، يعني كتمشيو لداك الوريقات اللي كيكونوا طريين ورخصين كما كنقولوا. المهم بالنسبه للكميه غنخلي لكم ان شاء الله الكميه فيما بعد، غنوريكم شحال. خليكم معي باش تشوفوا جميع التفاصيل. كما ذكرت لكم الوريقات يكونوا طريين ما يكونوش قاصحين، وغندوزو ان شاء الله باش نغسلوهم. لاحظوا معي هنا بعدا كنوريكم الكميه هكا واحد يعني هكا حزمه كنقبضوها هكا باليد ديالنا، وبالنسبه للكميه كتبقى على حسب الوصفه. كما ذكرت لكم خليكم معي باش تشوفوا جميع التفاصيل، يعني بحال هكا الا بغيتوا تقلوا ولا تكثروا كيبقى على حسب نتوما شحال بغيتوا تحضروا. اول حاجه كنعمروا عليه مكيه بالماء مع قطرات ديال الخل. كما كنذكر لكم دائما فالخل معقم ومنظف ومطهر في نفس الوقت، يعني كيحيد داك التراب، داك الاشياء اللي كيكونوا هكا في الاوراق ولا في الفواكه. المهم كينظف مزيان. كنخوي عليهم الماء والخل، كنخليهم هكا واحد 5 ديال الدقائق ولا 3، ومن بعد كنغسلو بشكل عادي، يعني كنظفوا الاشياء ديالنا مزيان حتى كيتنظفوا. حاولوا هكا الوريقات ديال العنب ملي تكونوا كتغسلوهم تحكوهم هكا في بعضهم باش هكا كيتنظفوا هكايا من التراب ولا الاشياء اللي كيكونوا فيهم، يعني كما كنعرفوا يا احبائي راه كيكونوا غير في الطبيعه. المهم بالنسبه للنظافه كنحاولوا كنظفوهم مزيان كما كتلاحظوا معي، وكتغسلوهم عده مرات هكايا في الروبيني حتى كيتنظفوا. المهم انا غير كنبغي نشارك معكم الوصفه من الاول حتى الاخر، كنديروا ما كاين شي شبيكه وكنخليهم حتى كيتقطروا. وهادو هما الوريقات ديالنا يكونوا صبحوا جاهزين. المهم هنايا كنجيبوا هكا واحد المقص وكنبداو نحيدو في هاد الاغصان ولا هاد العواد اللي كيكونوا هكا في الوراق ديال العنب. لاحظوا معي بحال الشكل هدايا كندوزو على داك العويدات كاملين وكنحيدوهم من الجدر ديالهم. وهنايا كنجيبوا الوريقات ديالنا بحال هالشكل هدايا، وعلى بركه الله غنبداو كنقطعوهم. يمكن لكم تستخدموا المقاس بصراحه كيساعد، كما يمكن لكم تستخدموا السكين، يعني اللي حبيتو كيبقى كل واحد وكيفاش كيحب يخدم. وحاولوا هكا الوريقات تقطعوهم هكا ما يكونوش غلاظ بزاف، وفي نفس الوقت يعني ماشي رقاق هكا باش يجيونا باينين. انا هنايا في الاول واخا قطعت مكا رقيقين، من بعد درتهم غلاظ من هكايا. المهم نتوما كيبقى على حسب الذوق ديالكم. اهم حاجه كما ذكرت لكم هي الوريقات ديال العنب يكونوا طريين. كنرجع ناكد لكم على هذه النقطه هذه اكثر من مره، لان الاوراق ديال العنب الا كانوا هكايا شارفين ولا خشانين ما كيبغاوش يطيبوا معنا، كيبقاو هكايا مخشخشين ولا هكايا قاصحين. المهم هنا يا احبائي غندوز على الكميه اللي عندي كامله ونقطعها، وكما ذكرت لكم بالنسبه للكميه كتبقى على حسب كل واحد شحال غيحضر، يعني على حسب الافراد ديال العائله ديالكم. انا هنا كما لاحظتوا معي تقريبا هكايا واحد القبضه ديال اليد. المهم انا ما حسبتش الاوراق ديال العنب، المهم نتوما عينكم ميزانكم. وفي هذه المرحله هذه كتكون عندنا هكايا واحد طنجره اللي غنضيف فيها واحد الحبه ديال البصل و4 ملاعق كبيره ديال زيت الزيتون. يفضل تستخدموا زيت الزيتون ولا تخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت نباتي، يعني ما ديروش غير زيت نباتي بوحدو، مع شويه ديال الملح. كنخليو البصل يتشحر على جناب، وغندوزو نكملوا على الوصفه. عندي هنايا الماء اللي كيكون طايب وصل المرحله ديال الغليان، وكنوضعوا فيه هاد الوريقات ديال العنب. كما كنعرفوا يا احبائي بالنسبه للاوراق ديال العنب كتكون فيهم هكا واحد الحموضه اللي كتكون درجه ديالها عاليه شي شويه، خصوصا الا كانوا هكا الوريقات ديال العنب
يعني ماشي طريين بزاف. كل ما الاوراق ديال العنب كيكونوا طريين كل ما النسبه ديال الحموضه كتكون قليله فيهم شي شويه. ضروري تسلقوهم في واحد شويه ديال الماء. كذلك هنايا جبت واحد الكسرونه وكندير هاد العمليه هذه 3 ديال المرات باش هكايا كنتخلصوا من داك الحموضه اللي كتكون في الاوراق ديال العنب. ضروري الوريقات ديال العنب ديالكم تسلقوهم كل مره، كتخليهم هكا واحد 3 ديال الدقائق وكتبدلوا عليهم الماء باش هكا كنتخلصوا من داك الحموضه اللي كتكون في الوريقات كاملين كما ذكرت لكم. وبالنسبه للاوراق ديال العنب يمكن لكم تذوقوهم وهما مازالين خضرين، يعني كيكونوا حامضين شي شويه. لاحظوا معايا هنايا في المره الثالثه كنبدا هكايا نذوق الورقات ديال العنب، بان لي ما بقاش فيهم الحموضه بتاتا. دابا ان شاء الله غنحيد من هذا الماء. وهنايا البصيله ديالنا كتكون تشحرات، غنضيف عليها واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج. الكميه كتبقى على حسب الذوق، يمكن لكم ديروا حتى الكفته. هنايا غنضيف الفلفل الاسود اللي هو الابزار، سكنجبير، الخرقوم، وشويه ديال التوابل ديال الدجاج. كنخليو الدجاج ديالنا الطريفات ديالهم حتى كيتشحروا، ومن بعد كنضيفوا الاوراق ديال العنب. بالنسبه للتوابل كذلك كيبقاو على حسب الكميه اللي غتحضروا. وكذلك غنضيف واحد الملعقه كبيره ديال المعجون ديال الطماطم. دائما كنخليو المكونات ديالنا حتى كيتشحروا. هنا غنحتاجوا 3 ديال الكؤوس ديال الارز بقياس كاس العنبه، فانا استخدمت الرز الكلاصي. ضروري تستخدموا الرز الكلاصي، ما استخدموش الرز الابيض لان الرز الابيض كيتعجن. وكنوضعوا الكميه اللي عندنا كامله من بعد ما غسلناها مزيان حتى كيصفى الماء ديالها باش هكا الرز ديالكم ما يتعجنش معكم. واخا يكون النوعيه ديال الكلاصي حاولوا هكا تغسلوها حتى ما يبقاش الماء ابيض، يعني كيولي الماء صافي. ومن بعد غنغطيها بالماء. غنضيف 6 ديال الكؤوس ديال الماء. كل كاس ديال الرز كنضيفوا له 2 ديال الكؤوس ديال الماء، يعني يمكن لكم تاخذوا القياس باش ما بغيتوا. وكذلك الوصفه ممكن تقسموها وطيبوا غير الكميه اللي حبيتوا. كنغطيو الرز ديالنا على شعله اللي كتكون مهيله لمده 45 دقيقه وحتى كيطيب. ولاحظوا معايا كيفاش كيجي مفرور. بالنسبه للطريقه ديال التقديم كتقدموه كما حبيتو، فانا اختاريتها كنديروا في هذه الزليفه وكيجي هكا شكل ديالو انيق. الرز كيجي حبه حبه، اما بالنسبه للمذاق كيجي رائع. ما غنقول لكمش كيجي بحال الاوراق ديال العنب، ولكن كيجي فيه واحد المذاق اللي مميز. بصراحه بالنسبه لهاد الوصفه هذه شفتها غير بالصدفه وبغيت نحضرها معكم، جربتها عجبتني وبغيت نشاركها معكم. وهكا يا احبائي نكون وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو. الا كنتم مازالين كتشاهدوني حتى لهاد الدقيقه شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم مستمر. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، وصفه ثانيه. مع السلامه.